بقول لك يا كبير، ايه يا باشا؟ وايه الشغل اللي انت كل شويه كده ماسك فيه التليفون، شويه تسيب التليفون، شويه تمسك التليفون، شويه تمسك ما شغلني معاك الشغلانه دي يا عم. ده شغل يا باشا خاص بالفوركس والتداول والكريبتو والعملات الرقميه، لو سمعت عنها الفتره الاخيره يعني. اكيد سمعت، بس عباره عن ايه؟ ده شغل كده انت بتبدا تتعلمه الاول طبعا، وبعد كده بتجيلك حاجه اسمها تريده، تاخدها تطبقها وتعمل منها دخل. خلاص تعمل نسبتك اليوميه. بالنسبه لي بعمل نسبتي اليوميه وبطلع من السوق، يعني حتى في ساعه في اتنين بعملها وبطلع خلاص يعني. يعني ايه نسبه مئويه؟ مش فاهم. ليه اصلا يبقى في نسبه مئويه طالما الشغل كويس جدا كده واقدر اعمل منه فلوس زي ما انت بتعمل؟ والله يا صاحبي ده موضوع بص كبير جدا، يعني النسبه اليوميه ليه اعملها واطلع؟ لا موضوع كبير. بص يا سيدي، ثانيه واحده. اوكي بص يا عم، انت بتصور ولا ايه؟ طبعا. ماشي. خلي الكل يستفاد بقى، بلاش انا لوحدي. قرب يا سيدي كده عشان اقول لك، تعالى جنبي كده. ماشي. بص، ايه فكره ان اعمل النسبه اليوميه بتاعتي واطلع؟ اي شغل في الدنيا انت طبيعي بتشتغله لازم يكون لك انت تارجت منه، يعني ما ينفعش ان انت تفضل تسيب نفسك فيه. سوق الفوركس دايما انا بشبهه عامل زي البحر، ان هو مغري. انت بتنزل تحط رجلك في الاول، بعد كده تقول ايه خلاص لا انا همد رجلي شويه في شويه، بتلاقي نفسك نزلت بهدومك فيه. لو نزلت من غير ما بتعرف تعوم هتغرق جواك. سوق الفوركس هو نفس الفكره بالظبط، اوكي؟ لكن القصه كلها ان من اكبر الاخطاء اللي بتقابل الناس ان هو بيعتقد ان ده سوق مفتوح، ان انا ادخل اخد منه اللي انا عايزه وقت ما انا عايز وخلاص وافضل فيه طول اليوم. لا القصه مش كده خالص يا عم. الفكره كلها انك انت في سوق الفوركس بتعمل ايه؟ تدخل ليك تارجت يومي، نص في المية، 1%، 2%، 3%. طيب انت ليه بتطول في السوق؟ اولا انت بتبقى داخل احلامك كبيره جدا 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 جدا، وراس مالك قد كده، واحلامك نفسها كبيره جدا، بس انت عايز تعمل مكاسب عاليه. فالطبيعي انك انت بتبقى في دماغك ان انت تفضل قاعد في السوق فتره طويله. لكن خليني اقول لك الاخطاء اللي قابلتنا انا بقى في الفوركس ايه. كان دايما بسمع يقول لي هاني اعمل نسبتك واطلع. طب وليه اعمل نسبتي واطلع؟ ما افضل قاعد في السوق طول اليوم، يعني ليه ما افضلش قاعد في السوق؟ اذا كان سوق مفتوح اصلا ليه ما افضلش قاعد طول الوقت قاعد فيه؟ لكن اللي كان بيحصل كالاتي، كان في سيناريو كده بيحصل واتفاجئت انه بيحصل مع التيم بتاعي كله ومع الناس اللي بتشتغل فوركس كلها. بص انا بشتغل على نسبه 3%، عملت نسبتي اليوميه في ساعه ساعتين بقى المفروض اطلع من السوق، فانا ليه اطلع؟ فافضل مكمل. اللي بيحصل كالاتي، السيناريو كالاتي بالظبط بقى. اول ما ادخل التريده اللي بعدها تخسر، فتروح خسرانه مثلا حوالي نص في المية. اصبح ان انت هنا عايز ترجع النص في المية تاني، فتدخل تاني. بس خد بالك من ان اكبر حاجه بتتحكم فيك النفسيه، بتبدا تدخل ايه تدريجي بقى، تيجي تكسر النص في المية كمان، فالنفسيه بتاعتك تسوق اعلى. فتيجي تقول لنفسك ايه، بص انا هدخل التريده دي واعلي اللوت سايز شويه صغيره كده عشان تجيب لي النسبه بتاعتي واطلع يا عم من السوق، مش هدخل تاني. فتروح معلي اللوت سايز، فتروح خسران 1%. فاصبح ان انت بعد ما كنت كسبان 3% بقى مكسبك 1%. ايه النتيجه؟ النفسيه هنا بتبدا تعلى اكتر، فتروح عامل ايه؟ تروح داخل تاني بلوت سايز اعلى، فتلاقي نفسك بدات بعد ما تخسر 1% انت خسرت 2%، فاصبح ان توتال يومك النهارده بقى قافل بخساره الى الان 1%. ايه اللي يحصل بقى؟ هنا النفسيه سيطرت ببص بشكل بشع، فتفضل النفسيه تكبر، فتبدا تدخل بلوت سايز اعلى، فتلاقي نفسك خسرت. بص ايه اللي حصل؟ انت كان المفروض عامل نسبتك في ساعه ساعتين مبسوط وخلاص وانتهينا، اوكي؟ طيب انت لما فضلت مكمل وفضلت النفسيه تاثر عليك، فانت اصبحت ان انت طلعت من المجال او من اليوم، قصدي من يومك، انك انت خسران. صح ولا لا؟ اول هم اللي حصل، يومك كان المفروض قعدت فيه ساعه ساعتين وعملت نسبتك وطلعت، لا انت استمريت حوالي 6 7 8 9 10 ساعات. طب سؤال، اذا كان اكبر خبراء الفوركس هو بيعمل نسبته بيطلع، انت لا ليه؟ علشان علمك قليل، علمك في المجال قليل جدا، انك انت المفروض بتعمل نسبتك وتطلع. طيب ايه فكره انك تعمل نسبتك كمان؟ انك انت المفروض الفوركس بتدخل تطلع النسبه بتاعتك كتارجت ليك، اوكي؟ وتطلع من السوق تستمتع بحياتك زي الناس اللي عايشه في اللي بتشوف لايف ستايل اي حد شغال فوركس بيعمل ايه؟ بيطلع من نسبته وعايش حياته، لكن ما بيفضلش طول اليوم قدام الايه؟ قدام التشارت زي ما انت بتعمل. لذلك بتلاقي اكتر حاجه تاثر عليك النفسيه، فتلاقي نفسك بعد ما كنت طالع من يومك كسبان طالع ايه؟ طالع خسران. هنا نيجي لاهم مقوله في مجال الفوركس، وهي انك دخلت البيزنس علشان تعمل منه عمل، تعمل منه فلوس وتكسب منه
فلوس، فلوس. ما تكسبش منه امراض. هي دي فكره النسبه في النسبه المئويه بتاعتك. واخر حاجه عايز اقول لك عليها، مش نسبه مئويه بس، لا ده نسبه تراكميه كمان. انك انت ما تبصش ان انت لو بتشتغل على 3% لو كسبت النهارده 1% بس بسبب ان السوق وحش او كده، اعرف ان انت بكره بتقدر تعوض. فمن اهم قواعد الفوركس ان هو نسبه مئويه وتراكميه. بس كده. تمام جدا.